وبس. الجواز رحلة جميلة، بس زي أي رحلة فيها شوية مطبات. خلينا نعرف إزاي نخليه ينمو ويكمل رغم كل التحديات. الصداقات مهمة بس بحساب. وجود أصحاب دي حاجة كويسة، بس لازم ما يكونوش سبب في المشاكل الزوجية. يعني ما ينفعش الأصدقاء يتدخلوا في حياتك ولا ياخدوا وقت كبير معاهم على حساب شريك حياتك. خليك مهتم بمظهرك ونظافتك الشخصية. الإهمال في المظهر أو النظافة بيقتل الجاذبية بين الزوجين ويفقد الحياة رونقها. حافظ على شكلك، مارس رياضة وكل أكل صحي. اهتم باهتمامات شريك حياتك، كل واحد عنده هوايات اللي بتفرحه. مش من حقك تستهين باهتمامات شريكك ولا تفرض عليه هواياتك. جرب تشاركه اهتماماته لو تقدر. عبر عن حبك وإعجابك بشريك حياتك، قول كلام حلو، امدحه على شكل وسلوكه. ما تخليش الحياة تبقى روتين ممل. والمشاعر الإيجابية لازم تبان، وبكده تسعد الطرف التاني جدا. والمشاعر السلبية حاول تعبر عنها بطريقة هادية عشان ما تبقاش مشاكل كبيرة بعدين. كمان اتعلم التكيف مع شريك حياتك. كل واحد فينا عنده عيوب، والمفتاح هو التكيف. دور على الحاجات المشتركة بينكم وتغاضى عن المشاكل اللي ملهاش حل. كمان اقبل شريك حياتك زي ما هو. لو مش قادر تغير عيوبه، تقبله بالمحبة والصلاة. المحبة هتخليك أكتر على التخيف، والصلاة هتغيره للأحسن بمرور الوقت. الحوار هو الحل. الكلام الهادي والموضوعي بين الزوجين بيحل مشاكل كتير. افتح قلبك لشريكك، اهتم بيه، ركز على إيجابياته، اكسب ثقته. هتلاقيه يوم من الأيام جاي هيحكي لك عن نفسه بثقة. في الختام، الجواز مش مجرد حياة يومية، هو شراكة بتكبر بالمحبة والحوار والقبول. افتكر دايما، لما تهتم بشريك حياتك بيتك كله هيزدهر ويكون بستان كبير. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صمويل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.